يا جماعة اليوم آخر نهار ستاج إلي بالنهار من بعد فترة شهر ونص تقريبا. تابعوا هالفيديو ورفقوني بآخر نهار إلي بالستاج. يا جماعة أنا هياني هلأ وصلت على مبنى النهار، هيدا المبنى يلي كان صار لي تقريبا شهر ونص عم بجي عليه، وهلأ رفقوني حتى نشوف آخر نهار وحط لكم هيك شوية ميموريز وذكريات صارت معي هون بهالمطرح. بونجور بونجور بولا، كيفك؟ كيفك انت؟ ليه عم بتصور اول شيء؟ هيدا لأن آخر نهار إلي اليوم فبدي خليه ذكرى. بولا بدي أتشكرك على كل نصيحة أعطيتيني إياها، أنت كنت بمثابة الأخت لإلي عن جد. حبيبي أنت كنت بتعقد صراحة وكان جوك كتير حلو، كنت عم تشتغل من قلبك وبتمنى لك كل التوفيق إن كان بالنهار أو بغير مؤسسة. بولا عن جد ثانك يو كثير إلك على كل نصيحة وكل لحظة. ميرسي لك، بتمنى لك كل التوفيق. وهيدي غدير زميلتي بالجامعة وكمان زميلتي بالستاج هون بالنهار. غدير شو كي رأيك؟ كيف كان لحديت هلا الستاج؟ يعني تجربة كتير حلوة بالنهار، وأنا بحب النهار من زمان، والأحلى شيء إنه من بعد الجامعة كنت نلتقي بنيكولا، وهلأ كمان بالنهار التقيت بعد مرة 100%. كتير حلوة. يعني يا جماعة من بعد ما الجامعة جمعتنا النهار جمعتنا كمان. يعني يا جماعة الستاج تبعي كان بالنهار بالنسبة لي من أحلى التجارب. أولا كخبرة، عن ناحية الخبرة اكتسبت خبرة كتير كبيرة، وثانيا من ناحية المعارف تعرفت على ناس بياخدوا العقل، ناس ولا أروع. يعني جو الويب تي في محل ما أنا كنت عم بعمل بالديبارتمنت مثل العائلة، كتير هيك رفقة، كتير فاميلي فايبس. فمن أحلى الأيام كانت. هلأ أنا عملت تقريبا 80 ساعة ستاج. أول 40 ساعة كانوا أكتر كتصوير وإديتينج، وتاني 40 ساعة كانوا أكتر ككونتنت كرييتينج وكونتنت كرييتر يعني. وما بندم أبدا، وصراحة عن جد كانت تجربة من التجارب كتير حلوة. هيدا البيج بوس تبع النهار. أنا اليوم آخر نهار على فكرة عندي. اسمع مايكل، انت القصة الكبيرة على فكرة، انت القصة الكبيرة. انا كتير انبسطت تعرفت عليك، وثانك يو على كل شيء عن جد. يا الله ميرسي. اول فترة كنت انا ومايكل على فكرة. جون بيير انا انبسطت تعرفت عليك. جون بيير ولا اهضم ولا اكتر انسان موهوب ممكن تشوفوه بالنهار عن جد. جون بيير كان لي الشرف اني تعرفت عليك، و كل التوفيق هو لك. كتير مهضوم وبده يصير مخرج كتير شاطر، او بده اياه يعني. ثانك يو يا جون بيير. ويا روح خلي الجامعه وتعال، شو ما اسالك بعده بالجامعه. وهون في عنا الاديترز تيم يلي عن جد كل واحد منهم افضل من الثاني، وتشرفت فيكم فردا. حسين، علي، وملوس. الملوس على فكرة اول ما جيت، اول نهار جيت فيه على النهار، كانت هي اول حدا بيستقبلني وبيضحك لي، فكانت وجه الخير علي. لا بس انه قصدي ملوس كانت الوجه الخير. وبعدين تعرفنا على حسين، تعرفنا على علي، وكمان شبيبي ما في منهم. يعطيكم الف عافيه. جاري ايه كمان، جاري طلع علي كمان قريب مني. يعطيكم الف عافيه يا شبيبي. هلو تيم، ويلكم تو ماي ستريم. اوكي هيدا ميجو يا جماعه، ولا اهضم، اكثر انسان عفوي، كاميرامان. انا انبسطت اني كنت معه كمان وتعلمت من خبرته واكتسبت من خبرته. قصه كبيره انت يا ميجو. حبيبي نحن كمان تشرفنا، انبسطنا تعرفنا عليك، وكنت لون حلو بالجريده. بس لون ميجو بيبقى هو الطاغي الاكثر في الجريده وبكل شيء. قصه كبيره لا ميجو. كل حال انه ما تطول غيبتك علينا. لا حدا زوركم. اليان البروديوسر. اليان بدي اقول لك انا انبسطت اني تعرفت عليكي، وطلع غير شكل اليوم. يا عمي ميرسي. الله يقويكي.
انبسطت اني تعرفت عليك، حدا هالقد مظلوم. ثانك يو الك يا اليان، بتمنى لك كل التوفيق. انا كمان. وجورج انت كمان يعطيك الف عافيه. عن جد عم تنقذنا. لابس اصفر غير شكل كمان اليوم. والله انت اللي غير شكل. وهيدي روبا البروديوسر، عن جد ولا اهضم ولا احلى. انبسطت كثير اني تعرفت عليك يا روبا كتير. ويعطيك الف عافيه. جود لك. يعني يا جماعه من بعد شهر ونص تقريبا 80 ساعه استلمت اليوم الظرف يلي هو فيه الورقه يلي بتبين اني عملت الستاج بالنهار، وهلا حنفتحه مع بعض. هذا الظرف مكتوب عليه اسمي الثلاثي أربي غدي، وهلا هنفتحه ونشوف. انا عم بفتحه هلا معكم ونشوف شو مكتوب فيه حتى افرجيكم عليه. يعني يا جماعة مثل ما قلت لكم ستاج تقريبا شهر ونص، 80 ساعة بين تصوير وبين صناعة محتوى، ما ندمت أبدا. فعلا كانوا من أحلى الأيام وأحلى الساعات يلي قضيتهم بهيدي الصيفية.